الرئيس السيد النائب المحترم، بطبيعة الحال هذا الإجراء من الناحية المالية خدينا كل الإجراءات اللازمة، لأنه كيف ما ذكرتوا التعويض عن فقدان الشغل هذا مشروع موجود منذ سنوات واشتغلت عليه مجموعة من الحكومات. اليوم يرى النور من خلال مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين ومع الفرقاء الاقتصاديين، من خلال المساهمة يعني المساهمة ديال المشغل والمساهمة ديال الأجير، وضمانا لانطلاق هذا الصندوق قامت الحكومة بمجهود مالي استثنائي، بحيث رفعت المساهمة ديالها ديال الانطلاق ديال المشروع من 250 مليون ديال الدرهم إلى 500 ديال المليون ديال الدرهم. وبالتالي اليوم هذا الصندوق التمويلات اللازمة موجودة، سيوفر بالنسبة لفاقدي الشغل بطريقة غير إرادية، يعني لأسباب اقتصادية أو لأسباب تقنية، باش يتواصل الأجر ديالهم لمدة 6 أشهر بطبيعة الحال في حدود معينة بشروط معينة، في حدود 70% من الأجر المتوسط ديال الأجر ديال ال3 سنوات السابقة. خصهم يكونوا ساهموا في نظام الضمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات. خصهم كذلك ما يكونوش تيشتغلوا في ديك المدة اللي هما منقطعين فيها عن العمل، وكذلك يقوموا بالإجراءات اللازمة من أجل البحث عن العمل. وهنا كذلك كاين إجراءات مواكبة من طرف المؤسسات ديال الإنعاش التشغيل والكفاءات تواكبهم من أجل الإدماج ديالهم. وبالتالي كل الآلية المالية متوفرة من ناحية ديال الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة متوفرة لإعطاء انطلاق الفعلي لهذا الصندوق. وشكرا.